يا مساء الفرحة والضحكة الحلوة. ازيكم يا احلى اطفال؟ انا ماما اسماء، جايبالكم النهاردة حكاية جميلة قوي من وقت القصة مع ماما اسماء. هنسافر بخيالنا ونعيش مع الابطال ونتعلم حاجات حلوة. تعالوا نسمع القصة سوا ونشوف هنتعلم ايه النهاردة. عنوان القصة: عيد ميلاد لولا الحلوة. كان يا مكان، صحت لولا من النوم وهي حاسة ان في حاجة مختلفة. فتحت عينيها ولقيت اوضتها مليانة بالالوان وبالبالونات وكارت صغير مكتوب عليه: كل سنة وانت طيبة يا لولا. فرحت جدا وجريت وقالت لاصحابها: النهاردة عيد ميلادي. صحابها قالوا لها: ايوه يا لولا، النهاردة يومك الجميل. لبست لولا فستانها الوردي اللي بتحبه، ولبست كمان طوق عليه فراشات لمعة وكانت زي الأميرات. جم أصحابها وجابولها هدايا حلوة قوي، وعملوا كمان لعبة اسمها كورس الموسيقى، وغنولها كمان: سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا لولا. وأجمل لحظة كانت لما جابوا التورتة الكبيرة اللي عليها فراولة وشموع منورة. لولا غمضت عينيها وتمنت أمنية، ولما نفخوا الشمع كل اللي حواليها سقفوا فرحوا. وفي آخر اليوم حضنت أصحابها وقالت: أحلى حاجة في الدنيا إنكم فاكريني وبتحبوني. ردوا أصحابها وقالوا: وإنتي أحلى لولا، وعيد ميلادك هو فرحة لينا كلنا. العبرة من القصة يا حبايبي إن يوم عيد ميلادك مش بس يوم الهدايا، ده يوم الحب والعيلة والفرحة والأصدقاء، والأجمل إنك تكون دايما محبوب زي لولا. استنوني في قصة جديدة في وقت القصة مع ماما أسماء. بحبكم كلكم. مع السلامة يا أحلى أطفال، وتصبحوا على ألف خير.